في سؤال بيتسأل كتير اليومين دول، الشباب بيسألوه: أسافر ولا أقعد في البلد؟ أعمل مشروع ولا أشتغل موظف؟ أعمل إيه عشان أقدر أكون نفسي؟ أنا هقول لك تجربتي بالنسبة للسفر، وأنت تشوف التجربة دي أنت ممكن تستفاد منها إيه. تجربة السفر في حد ذاتها فيها مميزات وفيها عيوب. ما تفتكرش أنت لما تسافر هتروح تعبي بشوال وتيجي. الغربة دي ليها تمن لازم تدفعه. التمن ده هتدفعه من وقتك، وهتدفعه من صحتك، وهتدفعه من بعدك عن اهلك وعن حبايبك وعن احساسك اصلا ان انت لوحدك وان انت في غربه. ده تمن، صدقني ده مش تمن بسيط. وما تقولش ان انت مثلا اخواننا اللي في الارياف اللي بيقعدوا في القاهره، او بيروحوا مثلا الغردقه، او بيروحوا الساحل يشتغلوا، او اي محافظه بعيده، يقول لك انا كده كده متعود على الغربه. لا، انت كده كده في بلدك. مهما كنت بعيد لسه في بلدك. اول ما تطلع بره بلدك هتحس بمعنى كلمه غربه. على فكرة احساس مش سهل ابدا ان انت تتعايش معاه. وبعدين انت بقى موضوع ان انت تسافر بره مصر ده، تروح بقى اي دولة، ايا كانت دولة خليجية ولا دولة اوروبية ولا امريكا ولا ايا كان انت هتروح فين، مش سهل عليك ان انت في لحظة تبقى موجود في مصر. يعني ممكن في ظروف تحصل في البلد وانت ما تقدرش تحضرها. انا اعرف ناس من صحابي ابوهم اتوفى واتدفن، حتى اخواتهم واهليهم ما رضيش يقولوا لهم الا بعد ما دفنوا، عشان هم عارفين انهم مش عارفوا ينزلوا. ده احساس صعب جدا يا جماعه، ما حدش هيحس بيه الا اللي عاش فيه. فده تمن كبير قوي للغربه، لازم تبقى انت عارف ان التمن ده هتدفعه. هتحس ان انت لوحدك مهما كنت، حتى لو في دوله عربيه. يعني انا في السعوديه اول ما وصلت الاوضه وقعدت ودخلت، والله قعدت بتاع ربع ساعه ببص على الشنطه كده ومش مستوعب انا ايه اللي عملته في نفسي. تخيل، انا شايف ان انا عملت في نفسي مصيبه، ان انا سبت بلدي وسبت اهلي وسبت بيتي وسافرت. وقعدت حوالي 4 شهور كاملين كاني بني ادم تاني في عالم تاني. انا مش بصعبها عليك ولا بقول لك ان الغربه كلها مآسي وكلها تمن لازم تدفعه ومفيش حاجه كويسه. لا، في حاجات كويسه في الغربه. اولا ان انت تقدر تكون نفسك واسرع ما هتكون نفسك هنا في بلدك، دي حقيقه. فرق العمله وفرق الشغل. يعني انت بتتكلم في السعوديه، انت دلوقتي الريال السعودي مثلا معدي 13 14 جنيه. فالسنه اللي هتشتغلها في السعوديه، لو هتاخد مرتبك منتظم، هتفرق معاك جدا، خاصه لو انت بتكون نفسك وعايز تتجوز مثلا، ولا عايز تجيب لك شقه، ولا تجيب لك عربيه، ولا تعمل اي حاجه لنفسك. لا، هتفرق معاك. خلاص، انا مش هقول لك ما تسافرش، بس تاخد بالك من كذا حاجه. اولا، لازم تبقى واثق انت رايح على فين. المكان اللي انت رايح فيه تبقى سائل عنه. وما تقوليش انا جبت عقد من مكتب سفريات. يا جماعه الله يكرمكم، ابعدوا عن مكاتب السفريات قدر الامكان. انا مش هقول لك ان كل مكاتب السفريات دول نصابين، بس هقول لك ان اغلبهم كده. يا ريت تكون مسافر على حاجه انت عارفها. واحد صاحبك، واحد قريبك جايب لك شغلانه، هيقول لك كل التفاصيل بتاعت الشركه اللي انت رايحها. ده من حاجه ليك، صدقني. هو هيكون مجرب سائل حتى لو مش شغال في الشركه، هو وجوده في البلد هيقول لك كل المعلومات اللي انت عايزها. وبلاش يا جدعان الله يخليكم اللي بيروح مكتب سفريات، او مثلا حد يكلمه تعالى تعالى اشتغل ولا حاجه، ما تحسبهاش بالجنيه. يعني هو ما يقولكش مثلا انت مرتبك 20,000 جنيه في الشهر وانت تبقى مبسوط قوي. لا يا باشا، ما تحسبهاش كده. انت رايح السعوديه، قول له يا باشا مرتبي بالريال السعودي كام، مش بالجنيه. انت مالك ومال الجنيه؟ لان في ناس دلوقتي بتستنصح وتحسبها بالجنيه عشان الازمه بتاعت الجنيه والفرق العمله، فيزغلل عين الشباب، فيقول لك ده 20,000 جنيه وانا باخد 7,000 جنيه هنا. لا يا باشا، ما تحسبهاش كده. انت رايح الامارات، احسبها بالعمله بتاعت الامارات. انت رايح امريكا، احسبها بالعمله بتاعت امريكا. انت رايح اوروبا، احسبها بالعمله بتاعت اوروبا. ما ينفعش تحسبها بالجنيه. انت مالك ومال الجنيه؟ انت هناك مش هتصرف بالجنيه. انت الجنيه ده تنساه خالص وانت بتتكلم عن السفر. لازم تبقى عارف اولا انت هتقبض كام. طيب حلو، انت مثلا هتكلم عن السعوديه يعني لان دي اقرب دوله الناس بتسافرها. لو انت جالك عقد في السعوديه مثلا ب 5000 ريال، طيب حلو، انت مثلا شغال محاسب، خبرتك مثلا سنه، وجالك عقد ب 5000 ريال. طيب في كام سؤال كده لازم تسالهم. اول حاجه، زي ما قلت لك، لازم تبقى عارف الشركه اللي انت رايحها دي، الشركه دي بتقبض بانتظام ولا بيأخروا مرتبات. شركه مش مؤسسه. بلاش موضوع المؤسسات ده، لان المؤسسات اغلبها بيبقى مؤسسات ضعيفه وبيأخروا مرتبات
وممكن ما يكملش الشغل وممكن يمشيك وممكن يتعبك، ما يبقاش فيها احترافيه وتبقى متعبه ليك. فيا ريت تبقى شركه. لو قدرت قدر الامكان يبقى شركه، لو ما قدرتش المؤسسه دي اسال عليها برضه، خلي حد من قرايبك او من صحابك يسال المؤسسه دي حجم شغلها ايه، اهم حاجه بيقبضوا بانتظام ولا لا، معاملتهم عامله ازاي. خلاص اطمنت من كل ده، انت دلوقتي هتمسك مرتبك ده تحلله، ومش انت اللي تحلله، تسال برضه واحد صاحبك موجود هناك. انا دلوقتي هاخد 5000 ريال، هو هيقول لك دلوقتي ال 5000 دول شاملين كل حاجه، سكن وانتقالات واتصالات وكل حاجه. طيب اسال صاحبك انا دلوقتي 5000 ريال دول هصرف منهم كام وهقدر احوش منهم كام. هيقول لك بقى انت هتحوش 3، هتحوش 2، انت وشطارتك. اقل حاجه هتصرفها كذا في السكن، هتصرف كذا في المواصلات، هتصرف كذا في الاتصالات. هيقدر يقول لك الصوره كامله، وبناء عليه تبدا تحسب حسبتك. انا دلوقتي قدرت اوفر وانت موجود في مصر، يعني الكلام ده كله لسه ما اتحركتش من البلد. انت دلوقتي بتحسب، بتعمل لنفسك حاجه زي كانك بتعمل دراسه جدوى المشروع. انا دلوقتي هقدر ان شاء الله اوفر من المرتب ده كذا، وليكن مثلا 2000 ريال. طيب ال 2000 ريال دول، هل ده السؤال بقى المهم جدا لازم تسال نفسك فيه، هل ال 2000 ريال دول يساوي تعبي وغربتي وشقايا وكل ده؟ هل ده بالنسبه لي كافي ولا مش كافي؟ خلي بالك الرقم ده ممكن يكون كافي ليك ومش كافي لغيرك. ممكن واحد يقول لك ايه يا عم 2000 ريال يعني 30000 جنيه، ممكن هو يستقلهم يقول لك لا 30000 جنيه دول انا ممكن اعمل مشروع هنا واكسب، ممكن احطهم في البنك، ممكن اعمل اي حاجه. لازم حسبتك تبقى كده، لازم تحسب انا المبلغ ده اللي هوفره يغطي كل احتياجاتي وكل امالي ان انا خلال سنه او سنتين احقق اللي انا عايزه. خلاص حسبت الحسبه دي كلها وظبطت حالك وقلت الدنيا تمام، وعارف انت هتدفع ايه وهتاخد ايه. قبل ما هتاخد هتدفع، وانا موافق على اللي هدفعه، وتتوكل على الله وتسافر. سافرت يا باشا، دخلت بلد تانية غير بلدك، يبقى تشوف البلد دي ماشية ازاي وتحترم كل حاجة فيها، سواء دولة عربية او دولة اجنبية. طبعا الدول الاجنبية ليها تفصيلة تانية، ان انت لازم اصلا تكون عارف لغتها، يعني من علم لغة قوم امن مكرهم. انت الدول العربية كده كده بيتكلموا عربي، فانت بالنسبة لك اللغة انت كسرها خلاص، ما عندكش مشكلة في اللغة. انت بقى لو هتروح امريكا ولا هتروح اوروبا ولا اي دولة اجنبية، ما تقوليش انا رايح اتعلم هناك وامسك كارت كده زي النمر الاسود وانا اريد مش عارف ايه وانا يعني ايه وانا اريد مش عارف ايه. ما فيش الكلام ده. لازم تبقى عارف لغه، وعارف لغه كويس. انجليزي تبقى عارف انجليزي كويس، مش تقول لي اصل انا يا دوبك انا بعرف افك الخط وهروح هناك هتعامل. احنا مصريين يا باشا ونمشي في اي حاجه. ما فيش الكلام ده، اكبر غلط. تروحش ايطاليا، الجماعه اللي بيروحوا تهريب دول وبيقول لك انا مش عارف جمعت 300000 جنيه ولا 400000 جنيه عشان اروح بطريقه غير شرعيه، اروح بمركب تهريب، والمركب دي بنسبه 90% بتغرق وما بيوصلش. انا عايز افهم يعني فين العقليه اللي تخلي واحد يعمل كده؟ هتقول لي اصل ظروف البلد وانا مزنوق. يا باشا مزنوق ازاي؟ انت عرفت توفر 300000 جنيه ولا 400000 جنيه عشان تسافر؟ انت متخيل المبلغ ده اللي انت وفرته في زنقه؟ انا عارف ان انت ممكن تكون اتزنقت وبعت وما بعت. طب يا باشا ال 300000 دول ممكن تقدر تعمل بيهم مشروع هنا يا سيدي. انت مالكش في المشاريع. ال 300000 جنيه دول يجيبوا لك عقد ولا يجيبوا لك فيزا تسافر اي دوله عربيه وانت باشا، واقل منهم كمان. يعني انت راح تكون لي مبلغ زي كده عشان تنتحر؟ يقول لك عشان ايطاليا بيقدروا العماله والعماله بتكسب كويس، وان انا اقدر اجمع مبلغ وابقى مليونير في مش عارف في كام شهر ولا في سنه وابقى حاجه تانية. يا باشا ما انت خاطرت بحياتك. انت مفكر انت لو مت يعني وانت رايح تهريب لدوله اجنبيه عشان تاكل عيش، انت مفكر ان انت كده شهيد لقمه عيشك؟ يعني مش فاهم انا دماغ الناس اللي بتعمل كده بصراحه. انا ما قلتلكش ما تمشيش وما تطلعش بره البلد لو ده بيك الحال. ارض الله واسعه، انت تسافر في اي حته، بس تبقى انت حاسب الحسبه صح وتسافر بامان، مش تروح تخاطر بحياتك وتدفع دم قلبك كمان. اللي مسافر ده طبعا انت هتحترم الدوله اللي انت رايحها وتحترم قوانينها عشان تقدر تاكل العيش فيها وتقدر تكون نفسك ومالكش دعوه بالله نفسك. هناك بقى هتلاقي طبعا مشاكل كتيره، وهتلاقي ولاد بلدك بقى بيعملوا مشاكل في بعض، والحاجات اللي احنا بنشوفها اللي بتشوفها دي كلها وبتسمع عنها دي حقيقه. اكتر واحد هيكرهك في الغربه ده هتلاقيه ابن بلدك. للاسف الشديد انا بتكلم علينا احنا كمصريين، للاسف الشديد الا ما رحم ربي هتلاقي نماذج بره يعني بتسيء للبلد كلها بصراحه.
على اللي هي بتعمله ده. ما حدش بيساعد حد ودايما فاكر ان انا مثلا جاي اكل لقمه عيشك انت، فيحاول ان هو يعمل لي مكايد ولا يعمل لي مشاكل عشان يمشيني من الشغل ولا يعمل لي مصيبه في الشغل. انت توقع ده هتلاقيه، ولازم تبقى عامل حسابك. طب اعمل حساب اعمل ايه؟ ما تعملش حاجه، بس خلي بالك من نفسك. يعني ما تامنش قوي لاي حد، حتى لو الحد ده قال لك يا عم انا وانت هناكل مع بعض وهنقعد مع بعض، ما تامنش لاي حد. خليك ناصح كده، وخليك مركز في حياتك، وما تركزش في اي حاجه تانية. اعرف ان انت البلد دي مش بلدك. ما تقوليش اصل انا مسافر السعوديه واحنا اخواتي. يا عم اخواتي على عيني وعلى راسي، بس في الاخر انت اسمك مغترب، ما اسمكش صاحب بلد. انت بيطلع لك تاشيره، بيطلع لك اقامه، او بيطلع لك تاشيره اقامه، مش ان انت صاحب بلد. فلازم تبقى عامل حسابك على كده وتتعامل على كده. وانا مش هقول لك بقى كن سفيرا لبلدك والكلام الكبير ده، لان هو المفروض بجد احنا تبقى سفير لبلدك فعلا. لان ابسط حاجه هناك يقول لك المصريين المصريين المصريين. طب ما هم بيقولوا ليه كده؟ ما من واحد عمل فصل مش كويس، من واحد عاملهم مش كويس، من واحد عمل حاجه مش كويسه، فقالوا المصريين. طبعا السيئه بتعم في المكان اللي انت رايحه. خليك مثال صالح لدينك ولبلدك ولاهلك. والغربه زي ما فيها حاجات وحشه انا مش هكرهك فيها، لا هي فيها حاجات كويسه. زي ما قلت لك قبل كده ان هي هتوفر عليك لو انت درست الموضوع صح وربنا رزقك فيها رزق كويس، هتوفر عليك سنين من عمرك. يعني ممكن تقعد لك سنه ولا اتنين، ويا ريت ما تبقاش الغربه هي الاساس بالنسبه لك. يعني الناس اللي بتسافر وتنسى بلدها دي وتعيش بره، يعني انا بصراحه انا مش ميال لكده. انا ميال ان انت ممكن تسافر تقعد لك سنتين ثلاثه وترجع بلدك. انت مهما كان بلدك هتلاقي فيها كل اللي انت عايزه. لو الحال ضيق شويه في بلدك، بس على الاقل هتلاقي فيها الراحه النفسيه، هتلاقي فيها اهلك صحابك ذكرياتك. الحاجات دي انا مش عايز اقول لك الكلام الاغاني بس دي حقيقه والله، دي حقيقه من واحد مجرب ان مفيش احسن من بلدك. وربنا يصلح حال بلدنا وما نحتاجش ان احنا نسافر ونفضل قاعدين فيها. وبس انا حبيت بس اقول لك شويه معلومات كده تاخد بالك منها. والناس اللي مسافره ربنا يرجعهم بلدهم بالسلامه، وانت ربنا يصلح حالك ولو سافرت ربنا يوفقك، ولو قعدت في البلد برضه ربنا يوفقك. اهم حاجه تحسبها صح وتوكل على الله، وان شاء الله ربنا هيديلك طالما انت متوكل على الله وعملت اللي عليك وخدت بالاسباب.